اشاعات بيقولوا المرتضى بيعمل رومونتات. اشاعات بيقولوا المرتضى بيعمل رومونتات. صلح مرتضى منصور مع لمياء خيري رمز الصمود، وخلاص مرتضى منصور هيتشال من عليه حكم السجن بعد لمياء خيري ما تتنازل عن القضية، وخلاص مرتضى منصور بيعمل رومونتادا تاريخية وراجع من تاني نادي الزمالك في الانتخابات اللي جايه دي. الله على الشعر يا ولد الله. بس الحقيقه بقى ان كل دي اشاعات. ليه يا عم؟ ده الناس كلها بتاكد وكبار الصحفيين اكدوا لنا ان خلاص الصلح تم، وانا جاي هنا عشان اقول لك الحقيقه. ما انا دوري زي ما اتفقت معاكم ان الحق احق ان يتبع، ولازم ندور على الحقيقه والحقيقه كامله. كل اللي حصل كان مجرد اشاعات من رجاله مرتضى منصور، واللي ما شافش الفيديو اللي سابق وانا بقول لك ظهور مرتضى منصور ورجاله من جديد. فالحقيقه ان هم بداوا يروجوا للموضوع، بداوا ينزلوا بوستات ويطلعوا تصريحات وفيديوهات ورسائل ان خلاص بيتم الصلح ما بين مرتضى منصور وما بين لمياء خيري، عشان يبقى في مجال للكلام مع لمياء خيري ويبقى في ضغط على لمياء اللي مفكرينها ست وعادية وممكن يضغطوا عليها شوية وتقبل بالصلح وتروح تتنازل. لكن الحقيقة ان لمياء خيري مش هتسيب حقها، وان لمياء خيري مكملة للنهاية. حتى اسمع رد لمياء خيري، ولا اقول لك بلاش تسمع عشان الرد هيبقى صعب عليك وتقعد تسمع بقى ويجيبوا لنا حقوق طبع ونشر والليلة الكبيرة دي. طب ما اقول لك على حاجة، شوف معايا رد لمياء خيري. لمياء خيري قالت لك عليهم، مش قادر اقول اللي لمياء قالته. والله الكلام صعب ما تحرجوش نفسكم اكتر من كده. ليه كده يا معالم مستشار؟ وليه المطبلاتيه بتوعك يوصلوا من يخلوا لمياء خيري تقول لهم انتوا وحشين، انتوا كخين، انتم معفنين؟ يلا يبقى لا فيه صلح ولا فيه غيره. كل الموضوع ان مرتضى منصور هينزل الانتخابات. طب ما انت بتقول ازاي يا ابني هينزل الانتخابات؟ ما الدنيا اهو بتقول انه واقف. هو لازم ينزل بشخصه؟ مرتضى هيعمل قايمة ويدير الموضوع من بره، ولما ينجحهم يبقى هو اللي قاعد على الكرسي. لكن ان شاء رب العالمين كل المحاولات دي سوف تبوء بالفشل الذريع. طيب الاشاعة الثانية، استقالة عماد البناني. يعني ما استقالش، لا استقال، والله استقال. عماد البناني فعلا استقال، لكن استقالة عماد البناني مش من نادي الزمالك زي ما روجوا للإشاعة. عماد البناني استقال من الاتحاد المصري للكرة للرياضة للجميع. الاتحاد المصري للرياضة للجميع هو ايه الاتحاد ده؟ اهو اتحاد كده ما تفهمش هو له اعضاء ولا ملوش اعضاء، يعني مظبوط دوليا ولا ملوش، لكن هو كان رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع وكان لازم يستقيل. ليه لازم يستقيل؟ لانه لو كان فضل في منصبه كان هيبقى فيه دعوة من مرتضى منصور طبعا ورجاله ببطلان الانتخابات. ليه؟ لان الراجل ما ينفعش يبقى ماسك منصبين، يعني ما ينفعش يبقى رئيس لنادي الزمالك ويبقى كمان رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع. فعشان كده الدولة تدخلت واقنعت عماد البناني يا ابن الحلال استقيل. يعني استقيل من الزمالك؟ ده انا لسه جاي والنبي سيبوني شويه. قالوا له لا يا عماد يا حبيبنا انت تستقيل من الاتحاد المصري للرياضه للجميع وتخليك في الزمالك يا ابني. قال لهم عينيا الاتنين، ده انا ما صدقت ودخلت النادي. ده انا اتشهرت اليومين اللي فاتوا اكتر من شهرتي طول حياتي. ده انا اتعامل ضد مظاهرات يا اخوان، فانا مكمل في الزمالك. وفعلا استقال عماد البناني من الاتحاد المصري للرياضة للجميع عشان يكمل في الزمالك وعشان تبقى الانتخابات شرعية ومحدش يقدر يطعن فيها. طيب الموضوع الثالث، الإشاعة الثالثة، عماد البناني رجع رجالة مرتضى. عماد البناني
جاب مرتضى عماد البناني كل اللي اترفدوا من اللواء حسين موسى رجعهم اللي هم ال10 اللي قلنا عليهم. لكن الحقيقة ان عماد البناني ما لغاش اي قرار من قرارات اللواء حسن موسى. صحيح طلعنا هاجمنا عماد البناني وقلنا ما ينفعش اهلاوي يجي يدير نادي الزمالك، وده حقنا وده الطبيعي مننا ان احنا ندافع عن هوية كياننا، وان اللي يدير نادي الزمالك يبقى زملكاوي. لكن ما قلناش ان عماد البناني راجل من رجال مرتضى منصور. فالحقيقة بتبان دلوقتي برضو عماد البناني ما جاش ناحية اي قرار اتخذه حسن موسى، وان ال10 اللي رفضهم حسن موسى هو القرار كان نازل بايقافهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق، ومسؤول الخزنة اتحول للنيابة الادارية. يعني الراجل مش هيصفي حسابات، ولا حسن موسى نفسه كان بيصفي حسابات. حسن موسى كان بيكشف الفساد، والاستاذ عماد البناني هو الاخر مكمل في الطريق جاي لمهمة محددة وهي الانتخابات، وهيحارب عليها. وحتى لما لقى ان المصلحة بتقول انه يستقيل فاستقال. يبقى الاشاعة دي يا رخرة انضربت. طب نطلع بإشاعة بقى جديدة بقى يا اخوانا، عايزين كده الدنيا تسخن. قال لك ان الكابتن محمود الخطيب اتصل بعماد البناني وقال له 1000 مليون مبروك يا واد يا بناني يا ولا، ايه دي الحلاوة دي يا ولا، انت منور نادي الزمالك كده يا ولا، ايه دي اهلاوي اللي انت عامله ده. قال له يا كابتن محمود لو سمحت انا نسيت انتمائي وانا مش اهلاوي، انا رئيس نادي الزمالك، ولو سمحت تتكلم معايا بصورة احسن من كده. قال له يا حوده ده انا ما اقصدش والله يا عبدول، ده انا بهنيك بس يعني حته دعابه كده ان انت يعني ايه اهلاوي وبتاع. قال له لا لو سمحت انا رئيس نادي الزمالك وانا ما قلتش ان اهلاوي، انا قلت ان محايد. وطبعا دي اشاعه. ليه اشاعه؟ لان الكابتن محمود الخطيب ما عملش كده اصلا، والكابتن محمود الخطيب مش من طريقته ولا من اسلوبه حتى التهريج ده. يعني ايه؟ يعني الكابتن محمود الخطيب مش هيتصل على واحد بيدير نادي الزمالك حتى لو هو كبير مشجعين النادي الاهلي ويقول له ادي اهلاوي اللي بيدير نادي الزمالك. ده اسلوب الكابتن محمود الخطيب. انتوا لا شويه يا اخوان، عايزين الامور تهدى حبتين. لكن اللي بتعملوه انتوا ده اسمه اشاعات 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 اشاعات. بيقولوا المرتضى هيعمل رومنتات. بصوا انا وضحت الامور كلها، ويا رب تكون الرسالة وصلت. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سياداتكم. واللي لسه ما دعمش اخوك باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك؟ واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.